والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، كنا نشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي، والله تفكرت واحد السياسي كبير، سياسي جزائري كبير، عنده التاريخ تاعه في النضال وعنده التاريخ تاعه في الدولة، وهو عبد الحميد المهري رحمه الله. هذا عبد الحميد المهري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه قال لهم كلمة شابة قعدت في التاريخ ورانا نشوفوا فيها ضرورة في الميدان، يعني في التواصل الاجتماعي. قال لهم نحن في زمن الرداءة وللرداءة أهلها. حنا كي نشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي نشوفوا الرداءة ونشوفوا انتشار التفاهة. الإنسان حنا نعرفوا بلي الإنسان لا يولد غبي، الإنسان ما يزيدش غبي، وإنما يزيد جاهل، ما عنده لا معلومات لا والو. المعلومات يكتسبها من المجتمع، وهذا المجتمع ممكن يجعل منه إنسان صالح، ممكن يجعل منه إنسان تافه. وفوق المجتمع والمجتمعات شنو يسيرهم تنظيمات خفية، تنظيمات تعمل على نشر الفساد والانحلال الأخلاقي والتفاهة والفسق في المجتمعات لتحطيمها. أنا نشوفوا في التواصل الاجتماعي الناس تعري روحها، تلقى فتيات يعروا رواحهم، في بعض الأحيان تلقاها متزوجة، تلقاها ترقص في الوسائل التواصل الاجتماعي ما على بالهاش حتى بواحد، تلقى جوج تاع الناس معايرين يسبوا في بعضهم بعض ويقولوا في التفاهات، وحدين مدابزين على تريكو تاع الجوال ولا شو، ولا هذا شباب ولا في شباب. يعني انتشار التفاهة، انتشار التفاهة في المواقع. حنا ما هو السبب؟ ما هو السبب تاع انتشار التفاهة؟ حنا نشوفوا المحتويات، كي يكون محتوى تافه ما عنده حتى قيمة ينتشر ويلقى المشجعين والناس تشترك في القناة التافهة. وكي نشوفوا قناة مثلا فيها محتوى جيد، محتوى ديني ولا محتوى ثقافي ولا محتوى علمي، جينيرالمون ما كانش على بالها بها. علاش؟ خاطر فرضوا علينا التفاهة. انت كي تشوف التفاهة توالفها، ما وراء الذاكرة لا لو سيبكونسيون تاعك، يعني العقل الباطن تاعك يخليك تشوف هذه التفاهة وخليك تشترك فيها وتشترك في هذه القنوات هذو. هذا كله من أجل تحطيم المجتمع. كي تشوف قناة يعني ما تسوى والو، تلقى عندها متابعين بالملايين، واحد قاعد يسب ويطيح ويقول كلام السوء وينشر في الفساد وفي الرذيلة، والناس تشوف فيه وتسلى لي كومونتير وتقول له بارك الله فيك وانت هو لو ميور. وتشوف واحد مسكين عالم ولا حاجة ولا إنسان يدعو إلى الفضيلة، واحد ما على بالش به. وللأسف المشاهد يشوف هاد القنوات ويتأثر بهم ويقلدهم، ويولي الحلم تاعه يولي كيفهم، يعني الحلم تاعه يولي تافه، خاصة الشباب المساكين. هو كيشوف هذا التافه هذا عنده السيارة فاخرة وعنده الدراهم وعنده الإمكانيات، بغى يدير كيفه، يقول أنا ما على باليش، بغا يدير كيفه، بغا نصوفي روحي، يولي في التفاهة، يولي يروح في القنوات يعري روحه ولا ما يعرفش يدير غير باش يجيب المشاهدات ويجيب الأموال وينشر. هو بروحه يولي فاسد ومفسد، مش كان يولي فاسد معليش، يولي فاسد ومفسد للمجتمع. خاطش حنا نعرفوا طريق الخير شويه صعيبه وشويه طويله، باش دير المال بطريقه شرعيه وبطريقه قانونيه شويه طويله شويه، بصح باش تروح للانحلال والانحراف سهله. روح اي قناه، هذا قناه وعري روحك ولا ما يشعش دير، تلقى مليار واحد يشوف فيك ومليار واحد يتفرج عليك، بصح هذا يؤدي الى فساد المجتمع والانحلال الاخلاقي والانحراف. وفي الفساد المجتمع يفسد يسهل السيطرة عليه ويسهل تحطيم الدول هذه اللي ينتشر فيها الفساد. ولا نشوفوا هذه الدول العربية كاع كيف كاع الدول العربية من المحيط إلى الخارج، شوفوا مش يديروا في القنوات، تبقى تعجب هادو الناس اللي عندهم العروبة وعندهم الإسلام وعندهم النيف وعندهم الشرف وعندهم
الكرامة والعزة النفس والإباء، وصلوا لهذا الموصل هذا تاع الانحطاط. الله يهدينا والله يهدينا والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.